في كده بعض النقاط لازما الاهلي واداره الاهلي وكابتن محمود الخطيب يحطوا ايده عليها داخل جدران القلعه الحمراء. ولو الامور دي تتثابت وخدت وقت اكتر من وقتها هيحصل مشكله او ازمه داخل جدران القلعه الحمراء وما بين الجماهير الاهلاويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب انصر اخواننا في غزه واشف مرضاهم يا رب العالمين وانصرهم على اعدائنا، اللهم امين يا رب العالمين. واحفظ مصر واجعلها امنا امانا، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يرحم جميع اموات المسلمين، اللهم امين. طبعا احنا كلنا شفنا بوستات وصور للكابتن محمد الشناوي، ربنا يرحم والده يا رب، انه نزل التدريبات الجماعيه من ثالث يوم عزا والده. في ناس عدت بالتجربه ديت وانكسرت واستسلمت وكانت منهارة بشكل هستيري، وفي ناس قدرت تعدي المحنة دي. هي دي سنة الحياة. ولكن الكابتن محمد الشناوي بالذات عارف نفسه لو قعد هينهار جامد. فايه اللي ممكن يهليه عن حاجة زي كده، او يعني يفقد تركيزه شوية عن حاجة زي كده، او مثلا يلهي تركيزه شوية، ان هو يرجع التدريبات تاني، ان هو يصر زي ما اصر انه يلعب في مباراة غزل المحلة. كابتن محمد الشناوي مصر انه يلعب في مباراة غزل المحلة، مصر انه يبدأ اساسي، وفعلا على وشك الموافقة له، مع انه راجل واخد الضوء الاخضر انه ياخد اجازة. ولكن هو حابب كده، حابب انه هيلعب مباراة غزل المحلة وبيراميدز. هو شايف ان ده كده احسن له، هتهون عليه شوية. بس لأول مرة محمد الشناوي نفسي ما يخشش فيه جول، الاهلي نفسي ما يخشش فيه جول. بالفعل لو حصل في الامور امور والاهلي خسر او دخل فيه جوان كتير، محمد الشناوي هيتدمر قوي قوي قوي، هيبقى حالته النفسية هتبقى وحشة جدا. فالأول مرة فعلا أنا هبقى خايف على شخص زي ده إن ما يخشش فيه جوان خالص. ومن هنا خوسيه ريبيرو محتاج تغيير جذري، وده هيبقى إجباري عليه في خطة اللعب. ليه يا عم توامي؟ هقول لك ليه يا سيدي. الراجل هيلعب في غزل، هيلعب غزل المحله على ارضهم، من اصعب الملاعب في الدوري، من اصعب الجمهور. في كذا حاجه كده هيخليه انه هينزل، هيحاول يخلص الماتش في اول ربع ساعه، اول تلت ساعه بالكتير، عشان يقدر يستريح واللعيبه تقدر تاخد نفس. حلو. طيب ايه بقى المجريات ولا ايه المفروض هو يعملوه؟ اولا هتلاقي تريزيجيه موجود، هتلاقي جراديشار راس حربه، هتلاقي احمد سيد زيزو يمين جناح يمين، هتلاقي معاه بن شرقي في نص الملعب. تقول لي ازاي؟ اقول لك كده، هتلاقي معاه بن شرقي موجود تحت تريزيجيه في نص الملعب، هتلاقي موجود محمد علي بن رمضان، هتلاقي موجود قفشه عاوز يخلص الماتش باي طريقه. المفاجاه هنا بقى حسين الشحات، هتلاقي موجود حسين الشحات موجود اساسي بس مش جناح يمين ولا شمال. المفاجأة عندك باك يمين. تقول لي حسين الشحات باك يمين؟ هو من امتى لعب باك يمين؟ هقول لك حصلت لما كان في بعض مجريات المباريات والخطط بتتغير في وقت المباراة، كان احيانا بيقوم بوظيفة باك يمين. هيقوم بوظيفة محمد هاني، هيقطع الكورة ويخش بيها في الهجوم، زيزو يخلله المساحة بتاعته يخش بقى فوق العمق، وحسين الشحات يخش مكان زيزو في الجناح يرفع الكورة. حسين الشحات هنشوفه باك يمين. طب ما انت عندك عمر كمال، الراجل شايف ان عمر كمال مش جاهز دلوقتي، واحتمال كريم فؤاد هتلاقيه في الباك الشمال. الله. محمد شكري برضه شايفه مش جاهز دلوقتي، شايفه في التدريبات بيتدلع، فممكن تلاقي كريم فؤاد كمان في الباك الشمال من ضمن المفاجآت.
المفاجأة بقى الأكبر، أنت عندك الدفاع الأساسي بتاعك مش موجود، الاتنين مصابين، ياسين مرعي وياسر إبراهيم، الاتنين تم تأكيد إصابتهم وربنا يشفيهم ويرجعهم بألف سلامة من 3 أسابيع ل4 أسابيع. هيبقى قدامك مين؟ المتوفر الحالي وربنا يبعد عنهم الإصابات أشرف داري، والمركز التاني هينافس عليه 2، لا إما رمضان بيكهام لا إما مصطفى العش. والأقرب هقول لك رمضان تقريبا، توقعاتي، ما عنديش معلومة في حاجة زي كده. جميل. نيجي بقى للمقدمة بتاعتنا في أول الحلقة. كنت بقول لو الأهلي ما حطش إيده على النقطة دي ممكن يحصل ضربة، ممكن يحصل مشكلة، ممكن يحصل هجوم من بعض من الجماهير على الإدارة. إيه هي؟ هقول لك أنا. أليو ديانج فاضل في عقده كام سنة؟ هي سنة واحدة. جميل. أليو ديانج كابتن محمد يوسف حاول يقعد معاه عشان يجدد معاه، الراجل رد عليه قال له بعد ما يجي من التوقف الدولي. جميل. طيب بعد ما يجي من التوقف الدولي، المشكلة هنا مش بعد ما يجي من التوقف الدولي، المشكلة هنا هتعرف تجدد له بعد ما تيجي من التوقف الدولي، رغم ان ريبيرو ما بيشاركوش والراجل هو مش عاوز يقعد على الدكة وعاوز يشارك، هو بصراحة حق. المشكلة هنا لو ما عرفتش تجدد له بعد التوقف الدولي اللي هو عاوزه، وجيت تنيك مستمر معاه لحد ما راح كاس العالم، كاس الامم الافريقيه ولعب مع مالي وتوهج وبظهر وانت مش عارف تجدد له، ساعتها وضعك هيبقى ايه؟ الراجل توهج، الراجل جاي له عروض، الراجل 3 4 اشهر ولا 5 اشهر ويحق له انه يجدد او يمضي لاي نادي تاني. هتعمل انت ايه دلوقتي؟ شطارة بقى كابتن محمد يوسف وكابتن محمود الخطيب انه يجددوا للراجل زي ده، للاعب دبابه زي دي. نيجي بقى من هنا للمهاجم القناص المرعب اللي رأسياته لا تخيب امام المرمى. المهاجم ده انا كلمتكم عليه امبارح في الحلقه بتاعي امبارح. الاهلي انهى معاه كل حاجه شفهيا، والراجل مرحب والوكيل بتاعه مرحب، اللاعب موافق عليه خوسيه ريبيرو، واللاعب الراجل منبهر من اللاعب قوي ومنبهر بطريقه لعبه، وده اللي متوفر قدام النادي الاهلي حاليا. ولكن لو ظهر حد تاني ولقى حد تاني توهج، ساعتها ممكن يبقى في تفكير وخوسيه ريبيرو يشوفه، وساعتها يبقى يخش في مقارنه اللاعب اللي حاليا واللي لو في حد ظهر بعد كده قدام. اللاعب ده من اصول افريقيه، بيلعب في الدوريات، احد الدوريات الكبرى، لاعب اسطوري. جماهير النادي الاهلي اللي فضلت طول عمرها مستنيه لاعب بالشكل ده، جالها وسام ومشي، هيجي واحد زي ده هيبقى احسن من وسام، هيبقى مفاجاه. حته دعابه بقى، الزمالك طبعا فاز على مودرن سبورت 2-1 امبارح. جميل. وفي لعيبه توهجت ولاعيبه عملت اسيستات وجابت اجوان. اللاعب ده مين؟ طبعا كلنا عارفينه وقعدنا نحرق دم الزملكاويه فيه في كومنتات وغيره وغيره. اللاعب ده طبعا الفينا ده بقى يا حبيبي. تخيل بقى لما كابوس جمهور الزمالك اشتغل هنا، يقول لك ده خدوا مننا عمر كمال بعد ما مضى ولبس، خدوا مننا ياسر ابراهيم، كهربا، بن شرقي، امام عاشور، زيزو، يعني حوالي 6 7 لعيبه على مدار 5 6 سنين، يعني كل سنه لعيب. قدامهم حسام عبد المجيد، والمفاجاه هنا مع بعض في حسام عبد المجيد هيجي لكم فيها بعدين وطلباته للتجديد. قدامهم محمد شحاته واللي كان جاي له عرض من سويسرا واتكلمنا عليه امبارح، وجون ادوار اقنعه ان العرض قليل مش هيليق بيه ولا بالنادي، وهيكمل في الزمالك. هل هيجدد او مش هيجدد دي لسه قصه تانيه. الفينا وجماهير النادي الاهلي دخلت في الموضوع
وقعدوا يسالوا ده بكام، 2000 بكام. ده عجب جمهور الزمالك وعجب جمهور الاهلي، والاهلاويه دخلوا في القصه وهناخده. حافظوا عليه بقى، ربنا يستر عليكم. كابوس جمهور الزمالك بيلحقوا في كل حته. اللاعب اللي بيتوهج، تعالى يا باشا. نيجي بقى لحسام عبد المجيد باشا. حسام عبد المجيد في ضغط عليه شرس من جون ادوار. الراجل ده انا بحترمه قوي، ظابط الاداء في الزمالك من ساعه ما جه. ضغط عليه انه يجدد، الراجل فاضل له سنه ونص في عقده، يعني الموسم الجاي يمضي لاي حد. حسام عبد المجيد حط له العقده في المنشار، قال له بص يا سيدي، عاوزني اجدد انا معاك، بس تجدد بكام بقى؟ ب 40 مليون جنيه. الراجل اتصدم، 40 مليون؟ ازاي يا جدع؟ ده انت بتاخد مليون ونص، يوم تقوم جاي ناطط ل 40 مليون، يعني حوالي 40% او 37 ضعف اللي انت بتاخده. مش بالعقل برضه يعني. حسام عبد المجيد بيرسم رسم تاني. انا عاوز يروح فين؟ طبعا كلنا عارفين عاوز يروح الاهلي، فبيعقد الامور ويحطها فين؟ حانة اليك يا باشا، لا كده لا كده. فبالعقل كده لو حسام عبد المجيد عاوز يكمل في الزمالك كان طلب 15 مليون، 20 مليون، 25 مليون، ساعتها هيتكلموا مع بعض في 20، في 17، مش عارف ايه، الموضوع هيبقى مبلوع. لكن 40 مليون نط لها مره واحده، يبقى دي كده بشاير الخير للنادي الاهلي. وده من احد كوابيس جماهير نادي الزمالك، بنفس سيناريو زيزو بياخد 20 مليون، انا فجأة عاوز 80 مليون، مفيش 80، فجأة لما مضى مع الاهلي خد ال 80 وارجع. كذلك الامر حسام عبد المجيد شكله كده هيخش بنفس الطريقة. شكل كده جون ادوار ممكن يفشل في الملف ده. خد يا صاحبي كده، راح فين؟ سيبني وراح فين؟ اللايك بتاعك فين الجميل؟ ولو مش مشترك في القناة اشترك عشان يوصلك كل جديد، ونقدم محتوى رائع فاخر من الاخر. لأرض 6 اكتوبر، وجماهير نادي الزمالك حاطه ده على قلبها في ارض 6 اكتوبر. طب هل هترجع؟ هل الزمالك هيقدر يرجعها تاني؟ هل خلاص كده راحت علينا وبلح؟ طب هل شطارة المجلس الحالي هيقدر يرجعها تاني ويستورد الارض تاني من الوزاره؟ كل ده تساؤلات جمهور نادي الزمالك مستني منه اجابه من الاداره. بالفعل وحصل جلسه ما بين وزير الشباب والرياضه وكابتن حسين لبيب، وجلسه تاني النهارده مع كابتن حسين لبيب ووزير الاسكان، وكان الموضوع او الجلسه يعني ايه، ايجابيه في كده بعض النقاط. والراجل تساهل معاهم شويه وقال لهم مفيش مشكله، بس قدموا تظلم، وافي بكل حاجه، وافي انك انت كمجلس جيت بعد ما استلمت الارض، او يعني ايه اليوم هو المجلس جاي في 23، الارض اتسحبت منهم قبل ما الايه المجلس ما يجي واستردوا الارض او الكلام ده كلاته. فقال لك اكتب مذكره وحط فيها الرسومات الهندسيه والانشائيه والتعاقدات بتاعتكم ومش عارف ايه، وان انتوا كان نواياكم سالكه وعاوزين تكملوا وتبنوا، واعمل مذكره وافيه ونقدمها لرئيس مجلس الوزراء ونشوف يوافق عليها او ما يوافقش عليها. مع تدخل شويه من وزير الشباب والرياضه وضغط من هنا وضغط من هنا، الموضوع يعني ايه على وشك انه يتحل، بس هياخد مساله وقت. ونيجي هنا ننتقل لعدي الدباغ. عدي الدباغ يا باشا المهاجم الفلسطيني اللي بيلعب لصالح نادي الزمالك، اللي تايه من ساعه ما جه، او اللي بمعنى اصح ان الزمالك ملاش حظ في الفلسطينيين، مش عارفه تاخد منهم لا حق ولا باطل. عندها 2 فلسطينيين دلوقتي، وقبل كده كان في 2، الدنيا بايظه معاهم. فجلسه صغيره كده ربع ساعه مع المدرب عدي الدباغ، قال له باللفظ كده لو ما شدتش نفسك وفقت في الهجوم، انا عندي 4 مهاجمين هتلف عليهم، وعبال ما يفكر يرجعوا لك ممكن واحد منهم يفوق ويستمر، ساعتها هتنام انت في الخط. فوق
وركز وارجع لمستواك. ننهي بقى الحلقه مع بعض مع مصطفى يونس. طبعا كلنا اهلاويه عارفين الراجل ده طلع غلط في الاهلي وغلط في كابتن محمود الخطيب، والاهلي قدم فيه مذكره وقدم فيه شكوى، وطلع نتيجه الشكوى بحرمانه بخروجه من الاعلام لمده 3 شهور، سواء بقى كان على قناه اعلاميه او على قناه يوتيوب او اي حاجه، ومطالب انه يمسح اي فيديو هو اتكلم فيه بالاساءه او بالغلط على النادي الاهلي او الكابتن محمود الخطيب. ولو وصلتوا معايا لحد هنا اذكروا الله وصلوا على النبي، فضلا وليس امرا. اللايك بتاعك الجميل، ولو مش مشترك في القناه اشترك علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.